السلام عليكم اهلا البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. كي دايره مع العطله مع الوليدات في الدار؟ كلشي مزيان؟ سافرتوا ما سافرتوش؟ ولا نتوما غير الدار بحالي؟ غبرت عليكم البنات، عاود مده هادي عاوتاني ما حطيتش معكم شي فيديو هكا جديد. كنتمنى تقبلوا على هذا الفيديو هذا. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم حرشة البنات بالنخاله الحمراء وبالزرارع، كتجي بنينه وصحيه 100%. كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم وتتبعوا معايا لا فيديو من الاول حتى الاخير باش تعرفوا هكا على المقادير والطريقه ديال التحضير، وتحضروا هكا لوليداتكم شي حاجه اللي صحيه ومفيده، خصوصا هذه الوقيته ديالها الوقيته ديال البرد. قدموها مع واحد الكويس ديال الاتاي راه كتجي رائعه. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما نساوش الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونبداو على بركه الله في الوصفه. عندي البنات هنايا النخاله. بالنسبه لهذه البنات النخاله الغليظه حيدتها هكا من دقيق ديال القمح. يعني هذيك النخاله الاولى، ماشي ديك الدقاقه اللي كتكون رقيقه، هذه ديك النخاله الاولى اللي كتكون هكا غليظه. عندي واحد الكميه تقريبا واحد زلافه ونص غادي ناخذ منها. عندي جوج زلايف هنايا ديال البلبوله اللي كتكون رقيقه. بغيتو ديروا المتوسطه ديروها، غير المتوسطه غادي تحتاجوا ترطبوها واحد المده في المطايب، هذه ما غاديش تحتاجوا ترطبوها نهائيا. انا خديت البلبوله رقيقه. غادي نغسلوها مزيان البنات، تقريبا واحد نص كيلو. المهم دوك جوج زلايف راه تقريبا كيوزنوا نص كيلو. نغسلوها مزيان واحد 3 4 ديال المرات، وكل مره كنغسلوها كنبداو نفركوها هكا بيدينا. كيف كتشوفوا راه كتبدا تطلق داك الطحين اللي تيكون فيها اولا داك الدقيق، وداك النشا اللي فيها كيبدا يتحيد. هادوك العويدات وداكشي اللي تيكون في البلبوله كامل تيتحيد مع الماء. كنبقاو نغسلوها مره على مره حتى كيتصفى عليها الماء تماما. المهم انا كندوزتها هكا تحت الروبيني وغسلتها مزيان، كل مره كنصفيها بالصفايه حتى تغسلات ليا مزيان وتحيد منها داك الدقيق اللي فيها، ولات ليا صافيه باش هكا ما كتجيناش معجنه من الداخل وكتنجح معنا الوصفه. المهم كتصفيوها كتخليو فيها غير داك الماء اللي كتبقى هي شاده صافي فقط. غادي ناخذ هنايا الملحه على حسب الكميه اللي درتو نتوما، ما تقيدوش بنفس الكميه اللي درت انا، على حسب الحريشه قداش بغيتوها. درت مليحه، معلقه صغيره ديال السكر سنيده غير باش كتجينا هكا محمره، ولا معلقه ديال العسل على حسب اللي متوفر عندكم. نص كاس ديال الزيت، انا درت هنا زيت نباتي، اللي بغى يعوضو بالزيت البلديه اللي متوفره عنده يديرها. درت هنايا معلقه ونص ديال الزنجلان اللي ما محمرين ما والو، معلقه ديال النافع. بالنسبه للزرارع اللي بغى يديرهم، اللي بغى يعني يستغنى عليهم يقدر يستغنى عليهم. درت معلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوى، وغادي نخلط كلشي هنايا مزيان. بالنسبه للزرارع البنات راه تقدروا تضيفوا اي زرارع نتوما بغيتوهم. تقدروا ديروا زريعه الكتان حتى هي اللي كنتو كتبغيوها اللي متوفر عندكم. ما بغيتوش تضيفوهم ما تضيفوهمش. كنخلطوا المكونات في الاول مزيان حتى كيندمج لينا داك الزيت مع السكر والملحه مع البلبوله، وعاد من بعد كنبقاو نزيدوا النخاله وكنبقاو نجمعوا هكا شويه بشويه. ما كنعجنوش، غير كنخلطوا بحال اللي كنخلطوا الحرشه العاديه باش ما كتعجنش لينا. كنبداو نضيفوا النخاله حتى كنحسوا بديك الحرشه ديالنا راها تماسكات. انا تقريبا هزات لي واحد زلافه ونص ديال النخاله، وكيف قلت لكم النخاله الغليظه. غادي نحاول هكا نخلطها مزيان ونخليوها كتشرب تقريبا واحد ل10 ديال الدقائق، وعاد ندوزو نطيبوها. وكي قلت لكم ما تعجنوهاش، غير هكا جمعوها بيديكم. ما تديوش عليها هكا كتبان لكم كتفرشش، يعني ما مجموعاش، ولكن راه ملي كتقرصوها في الطاجين راها يعني كتعطيكم هكا الطوع وكتجي مزيانه. غادي ناخذ هنايا المقله الثقيله اولا اي مقله يعني غادي طيبوا فيها الحرشه ديالكم، من الاحسن تكون ثقيله باش كطيب على خاطرها. غادي ندهن هنايا تقريبا بواحد المعلقه ديال الزيت باش كتلصق ليا فيها هذيك البلبوله وما كطيحش وكتجينا يعني حتى محمره هكا من التحت مزيان. غادي نرشها بهذيك البلبوله هكا رقيقه، وتقدروا ترشوها حتى بهذيك النخاله اللي بغات تخلط ما بين النخاله والبلبوله، واللي بغات دير غير البلبوله هكا بوحدها. المهم نرشوا مزيان هذيك المقله ديالنا باش كتجينا ديك الحرشه ديالنا مقاده. نحاولوا نقادوها على هذا الشكل هذا صافي، ونفرغوا فيها هذيك الحريشه ديالنا. كي قلت لكم هنا ما تديوش عليها، يعني كتبان لكم ما متماسكاش ومفرشه، ولكن غنعطيوها غير الخاطر هكا نقرصوها مزيان في سميتو في المقله، راها كتجي مزيانه. يعني ملي كتبدا طيب راها كتشد راسها وكتجي مزيانه. غير في الاول يعني كل مره كنبداو نقرصوا فيها كنغسلوا يدينا، اولا كنديروا شي زلاف فيها هكا الماء كنديروا فيها يدينا وتنبداو نقرصوا. في الاول ما كتقرصوهاش بالبلبوله البنات، حتى كتقرصوها مزيان وكتقادوها. عاد كديروا ليها البلبوله من الفوق. انا هنا راه كنقرصها وكنحاول هكا نقادها بيديا من الجناب، ومره مره كنغسل يديا باش كنحيد هذاك الزائد اللي عندي هكا في يدي باش ما كتبقاش تلصق. صافي حتى كنرققوها واحد شويه، يعني ما نخليوهاش غليظه لان من بعد كتنفخ.
صافي ونحاولوا يعني نقادوها بواحد المعلقة من الجناب ومن الفوق باش ما كيبقاوش دوك الأصابع، عاد من بعد غادي نديروا ليها كي قلت لكم التقريصة هكا من الفوق. شوفوا ليا ما شاء الله راه هنا ملي كتقرصوها وكتقادوها راه ما كتبقاش يعني كاع تبان لكم هكا راها كتفرشش ولا شي حاجة، لأن فيها البلبولة رقيقة، راه ملي كطيب كتجي متماسكة ماشي بحال البلبولة غليظة. درتو البنات البلبولة اللي متوسطة راه ضروري خصكم تغسلوها مزيان وترطبوها في الما طايب تقريبا واحد ساعتين، تكبوا عليها الماء غليان حتى كترطاب. اما هذه الرقيقه راه ما كتحتاجوش كاع ترطبوها نهائيا وكتجي زوينه وكتجي مفركه من الداخل. هنا قاديتها مزيان بديك المعلقه من الجناب وقاديتها من الوجه ديالها باش ما يبقاوش فيها دوك الصبعان ديال يديا، باش ملي كطيبوها كتجي مقاده في الطياب. من بعد عاد كنرشوها هنايا بالبلبوله، كي قلت لكم تقدروا تخلطوا ما بين البلبوله وما بين ديك النخاله الغليظه. هنا من بعد ما رشيتها غادي نحاول ندوز عليها عاود المعلقه باش كتثبت ليا عليها هذيك البلبوله مزيان، وحاولوا تكثروا ليها شويه من الفوق باش كتجيكم ديك الطبقه ديال الحرشه كتجيكم مقرمشه. كل ما كانت يعني عامره هكا بالبلبوله من الفوق كتجي ديك الطبقه مقرمشه، وكتجي من الداخل كتجي فتيه. بالنسبة للبنات الطياب ديالها خصها طيب على نار مهيلة ماشي نار مجهدة وماشي عاوتاني مهيلة بزاف. أنا درت ليها هنايا 2 ديال الكوانن، داك الصغير وداك الكبير، ولكن نقصت عليهم وخليتها كطيب، شعلتهم بجوجهم باش تدور ليا يعني العافية على الحرشة وكتجي يعني طايبة كاملة في دقة واحدة. صافي غادي نخليها حتى كطيب على نار كي قلت لكم أقل من متوسطة. صافي نخليها حتى كطيب وكنقلبوها، يعني ما تبقاوش تقلبوها كل مرة كتقلبوها حتى كتحسوا بها يعني تحمرات ليكم من الجهة الأولى مزيان، يعني خدات داك اللون ديالها الذهبي عاد كتقلبوها. صافي من بعد ما كتقلبوها عاوتاني مرة كتبقاو دوروها بيديكم حتى كتاخد داك اللوين هكا اللي كنكونوا محتاجينه. صافي وكنقدموها بالصحة والراحة. راها كتجي بصراحة البنات خطيرة وزوينة، جات هكا مقرمشة من على برا ولكن فتية من الداخل، جا فيها داك المذاق ديال الجنجلان والنافع حتى هو زوين. اللي ما متوفرينش عندها الزرارع تقدر تستغنى عليهم. وهكايا فرصة يعني ناكلو هكا النخالة نوكلوها لوليداتنا مع الحرشة، لأن ما كنعرفو ما نديرو بها وما كنستغلوهاش بزاف. هكا مع الحرشة راه كتجي زوينة. شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش جات من الداخل، راه ما معجنة ما والو نهائيا البنات، يعني كتفرك وفي نفس الوقت شادة راسها. كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. إلا عجبكم خليو لخصكم واحد لايك، بارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصدقاء. ولا يخطيكم البنات على السؤال ديالكم فيا، سمحوا لي راه كنغيب عليكم، راه غير مع الوليدات وراكم عارفين الوليدات والشطنة. الحمد لله والشكر لله. لا يخطيكم حتى الفيديو الجاي إن شاء الله بحول الله. خليتكم في أمان الله، بسلامة عليكم.